اللوغو ديال مونديال 2026 ماشي غير كثرات الهضره عليه، ولكن تصنف كاكبر تخرميزه تصممات في تاريخ كاس العالم. والقصه ورا هذه الكارثه الفنيه فيها تفاصيل واراء ساخره لا من المصممين ولا من عامه الناس. تخيل معايا اكبر بطوله في التاريخ ب 48 منتخب وبتنظيم مشترك بين الامريكان كندا والمكسيك، وفي الاخير اللوغو اللي تسوق على انه ثوره مستقبليه صدم العالم. الانترنت شعلات والتعليقات في المواقع بحال الوالدات كانت قاصحه ومضحكه. واحد من اشهر التعليقات قال هذا كيبان بحال شي مشروع وباقي ليه 10 دقائق على وقت التسليم. جابوا خط غليظ كتبوا به 26 وحطوا فوقه صوره الكاس كوبي بيست من جوجل. ومصمم اخر علق وقال اللوغو كيبان بحال فرد منزلي ديال طالب في السنه الاولى فوتوشوب او شي خدمه ديال $5 من موقع فايفر. وكاين اللي شبه الارقام برجل ميشلان ديال الرويض حيت منفوخ وما فيه حتى غرام ديال الاناقه. الانتقاد الحقيقي والخطير هو ان التصميم ضعف الهويه والثقافه ديال الدول المستضيفه، فين هي حيويه المكسيك وطبيعه كندا والبهجه ديال الامريكان. كلشي تمسح ورا رقم 26 ناشف. ولكن واش الفيفا فعلا دارت فضيحه وعجز فني، ولا هادشي بالعاني والديزاينر اللي صوبو هو اذكى واحد في العالم؟ المدافعين على التصميم كيقولوا هذه استراتيجيه تجاريه ذكيه بزاف. اللوغو دار بحال قالب خاوي تومبليت باش كاع 16 المدينه المستضيفه تلون هذاك الرقم 26 بالهويه ديالها. يعني اللوغو كيتبدل ويتحرك على حساب واش الماتش في فانكوفر نيويورك ولا مكسيكو سيتي. بين عبقريه البزنس وعجز الفن. الفيفا حققت الهدف ديالها وكل شيء ولا كيهضر على المونديال. ولكن السؤال الحقيقي لكم، واش هذا اللوغو غادي يعيش في الذاكره بحال اللوغوات الايقونيه ديال كوريا واليابان 2002 ولا روسيا 2018 قطر 22، ولا هذا اكبر قالب تسويقي تباع وغادي ننساوه غير يسالي اول ماتش؟